السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم إن شاء الله على زراعة الطماطم. طبعا احنا هنا عاملين تحميل للنبات، يعني احنا هنا زي عندنا ثرو بلدي اهو، وزارعين جنبيه زارعين جبنة بذور طماطم وزارعينها، وما شاء الله بدأت إن هي تطرح عندنا اهي زي ما احنا شايفينها في جمالها اهي، ما احنا شايفينها. طبعا الموضوع بالنسبة لنا مش هيكون صعب جدا، يعني احنا لو عندنا بلكونة ممكن نبدأ ان احنا نجيب البذور بتاعة الطماطم اللي هي موجودة عندنا، نبدأ ان احنا ننشفها، الطماطم اللي بتبقى جوه البذور جوه الطماطم، ونبدأ ان احنا بإذن الله نبدأ نزرعها تدينا انتاج كده. يعني دي سبحان الله اتزرعت يعني كده، جبنا يعني بذرة صغيرة حطيناها، يعني ما شاء الله ادتنا الانتاج اللي احنا شايفينه. طبعا ده لسه بقى كده كمان شوية تبدأ ان هي تحمر كمان وتنضج اكتر، وفي اكتر من مكان هيبدأ يطلع منه برضك ثمار جديدة. طبعا هي مش محتاجة حاجة ومش محتاجة رعاية، سهلة جدا في زراعتها، وممكن حتى بذور نجيبها من الطماطم اللي بتكون موجودة عندنا في البيت يعني. شكرا.